السلام عليكم. كل سنة وانتوا طيبين ويا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. رمضان على الأبواب، فيلا نحضر الفول لسحور رمضان. النهاردة هنعمل شوية فول من الآخر بدون أي إضافات عليه، وهيطلع معاكي بطعم ولون وقوام أحلى كتير من بتاع بره وأنضف كتير. وطبعا انتوا شايفين الفول عامل ازاي، القوام مظبوط جدا بدون أي إضافة دقيق ولا نشا، واللون بتاعه حلو قوي بدون اي اضافة الوان صناعية، والطعم والريحة ولا غلطة. وهعرفك ازاي تحتفظي بالفول لمدة شهر رمضان او اكتر كمان، ونبدأ في تحضير الوصفة. بس يا ريت لو اول مرة بتشوفي قناتي، اتمنى اللايك للفيديو والاشتراك في القناة. علشان نعمل فول كويس جدا لازم نجيب نوعية فول تكون جيدة، زي الفول البلدي، ده افضل نوع نستخدمه في الفول المدمس. ده كده شكل الفول البلدي، حبايته بتكون كبيرة شوية واللون بتاعه بيكون فاتح. ولما تجيبي الفول لازم تنقيه علشان لو في حاجة مش مرغوبة فيه، زي حباية مش كويسة او في عفرة بنشيلها منه. وكمية الفول اللي انا مستخدماها نص كيلو، ممكن تكتري عن كده او تقللي حسب رغبتك، بس افضلك تعملي منه كمية كبيرة وتشيليها في الفريزر وترتاحي طول شهر رمضان. بعد ما نقيت الفول واتأكدت ان هو نضيف كويس، باخده وبغسله كويس جدا، وبعدين بنقعه بمية من الصبح بالليل، او العكس ممكن تعمليه من بالليل للصبح. اهم حاجة تنقعيه لمدة 12 ساعة علشان الحباية بتاعته تنفش وتزيد في الحجم بتاعها. وطول ما انت نقع الفول بتغيري المية بتاعته حوالي مرتين 3. وشايفين حجم الفول بعد ما سبته 12 ساعة منقوع. وبعدين هناخد الفول ونصفيه من المية اللي فيه، ونغسله كمان مرة، ونحضر عندنا الدماسة او الفوالة اللي هندمس فيها الفول. ولو مش متوفر عندك دماسة اعمليه في اي حل عندك. وهنفضي الفول في قلب الدماسة وهنشوف الخطوات اللي بعد كده. هنحضر نص كوباية من الفول المدشوش بتاع الطعمية، ونغسله كويس من غير ما ننقعه ونضيفه على الفول. هنزود كمان معلقتين كبار من العدس الاصفر ونغسله كويس ونضيفه عليه. العدس بيدي للفول لون حلو قوي، وطبعا الطعم بتاعه غني جدا. وهنضيف كمان عصير ليمونة، واختياري هنزود حباية طماطم تكون متوسطة، ممكن تستغنى عنها اذا حابة. وهنقلب المكونات كويس جدا مع بعض، ودي كل مكونات الفول، مش هنحتاج اي حاجة تاني غير مية سخنة بس. هنغطي الفول بالمية ونزوده كمان حوالي كده 2 عقلة صباع من المية. وهناخد الفول ونغطيه ونرفعه على النار ونسيبه لغاية ما يبدأ يغلي، والنار عندك تكون متوسطة. واول ما الفول بيبدأ يغلي بيكون كده من فوق ريم او رغاوي، بنبدأ ان احنا نشيلها على طول. وبعدين بنوطي النار على الفول وبنسيبه يكمل تسويته براحته، والنار عندك تكون هادية جدا. وبعد مرور ساعتين من تسوية الفول المية بتاعته كانت نقصت، فهزوده مية تاني تكون مغلية. وهنغطي عليه ونسيبه يكمل التسوية بتاعته، ولو احتاج مية اثناء التسوية عادي جدا هنزوده مية، بس اهم حاجة تكون مغلية. والفول قعد على النار لمدة 7 ساعات وكان استوى معايا كويس جدا. هتقوليلي 7 ساعات كتير قوي؟ مش كتير ولا حاجة، مقابل ان انتي تاكلي فول نضيف جدا وطعمه حلو قوي. وده كده شكل الفول بعد مرور 5 ساعات من التسوية. اللون بتاعه اختلف تماما، والتسوية بتاعته اختلفت كتير عن الاول، بس لسه محتاج شوية كمان. فهنقلبه كويس ونسيبه كمان ساعتين علشان يستوي كويس والقوام بتاعه يتقل عن كده. وبعد ما الفول تقل معانا زي ما شفتيه، نفضل بقى نقلبه من وقت للتاني علشان القوام بتاعه يتقل معانا بزيادة. ولو حسيتي ان الفول محتاج معاكي مية عادي جدا زوديه مية، بس اهم حاجة تكون مغلية. وكده الفول استوى معانا كويس جدا. شايفين الفول عامل ازاي؟ القوام بتاعه تقيل جدا عن الاول، وحباية الفول مستوية كويس قوي، والقشرة بتاعت الفول واخدة تسوية حلوة جدا. دلوقتي بقى هنطفي عليه النار ونفضيه في طبق علشان نشوف شكله ونشوف التسوية بتاعته. وشايفين القوام بتاع الفول مظبوط جدا بدون ما نضيف عليه لا نشا ولا دقيق، وطلع معانا بقوام حلو قوي. طب ايه اللي هيوصلنا للقوام ده؟ سيبي الفول يستوي على نار تكون هادية جدا لمدة 7 ساعات.
تاني حاجة نفضل نقلب في الفول من وقت للتاني علشان القوام بتاعه يربط ويتقل معانا، وما تخافيش مش هيسمر منك. كمان في حاجة مهمة جدا حابة اقولكوا عليها، بلاش تلتزموا بمدة التسوية بتاعة الفول، لان في فول طياب بيستوي على طول وفي فول بيغيب شوية في التسوية، فمدة التسوية دي بترجع لنوع الفول اللي انت مستخدماه. يعني لما تيجي تجيب الفول هات الفول البلدي والطياب واسأل البياع. الفول ده بيطيب بسرعة، هو بيكون عارف، وسعر كيلو الفول البلدي بيكون ب30 جنيه. وعايزة اعرفكم ان تسوية الفول زبدة والقشرة بتاعت الفول مستوية وبزيادة كمان. وبالنسبة للفول المدشوش اللي كنا حاطينه والعدس والطماطمايه اختفوا مع التسوية، للناس اللي بتخاف ان الحاجات دي تبان مع الفول. وبتسيبي الفول لما يبرد شوية وبعدين تبدأي تعبيه في قلب الأكياس، بتحطي في كل كيس الكمية اللي تناسبك. وبعد ما عبيت الفول في الأكياس هنفرد الفول في قلب الكيس ونبططه علشان يكون متساوي، علشان لما ندخله الفريزر ونحتاجه بعد كده ونيجي نخرجه يفك معانا بسرعة. وبتسيبي الفول لما يبرد تماما وبعدين بتدخليه الفريزر وبتطلعيه قبل السحور بساعة علشان يفك معاكي، وبتعمليه بالطريقة اللي تناسبك. والنص كيلو فول عمل معايا كمية حلوة قوي، غير الكمية كفاية نضافته ان هو معمول في البيت وطعمه. وبكده نكون وفرنا وعملنا في البيت حاجة نضيفة جدا وطعمها حلو قوي وبدون اي الوان صناعية. وبتحضري طبق الفول بتاعك بالطريقة اللي تناسبك. انا هضيف عليه رشة ملح وكمون وشوية من الزيت وشوية من الطحينة، ده بيكون اجمل واخف طبق فول ممكن تاكلوه. واتمنى ان انتوا تجربوا الفول بنفس الطريقة، ان شاء الله يعجبكم. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى ان الفيديو يكون نال اعجابكم وتكونوا استفدتوا منه. وياريت لو الفيديو عجبكم ما ننساش اللايك والاشتراك في القناة.